فشي قصص. الرعب ما كيبداش منين كيختفي الإنسان، كيبدا منين كيرجع، ماشي حيت مات ولا حيت تضرب، ولكن حيت شي حاجة في عيونه كتقول ليك باللي اللي رجع ما بقاش هو كامل. هاد القصة حقيقية، ما تسجلتش كجريمة وما تسداتش نهائياً، وتفاصيلها مازال كيديروا القلق حتى اللي خدموا عليها. في واحد العشية ديال الخريف هادئة، خرج سامي من الشقة الصغيرة ديالو، غادي غير للحانوت القريب، مسافة قصيرة ما كتفوتش 10 دقايق ديال المشي. ما خداش معاه التليفون، ما خداش المحفظة، وما قال حتى لشي واحد فين غادي. كاميرات العمارة شداته وهو خارج بوضوح، كان كيمشي بشوية، راسو مليل شوية، بحال إلا كيسمع لشي حاجة ما كيسمعها حتى واحد. ولكن الحاجة اللي ما شدتها حتى كاميرا هي الرجوع ديالو. دازت ساعة، ومن بعد ساعتين، ومن بعد داز الليل كامل. في الأول العائلة ديالو قالت يمكن تأخر عند شي صديق، ولكن مع طلوع الصباح القلق ولا خوف حقيقي. تعيط للبوليس، بداو كيقلبوا في الحي، سولوا الجيران، حتى واحد ما شافه وحتى واحد ما سمع شي حاجة. سامي ما كانش شي واحد ديال المشاكل، حياته بسيطة، خدمته قارة، وما عنده لا سوابق مرضية ولا نفسية. ولكن كانت واحد الحاجة قالوها أكتر من واحد وبنفس الطريقة تقريبا، كان باين شارد، بحال إلا حاضر بجسمه غاير. في اليوم الثالث توصل البوليس باتصال غريب، راجل ساكن حدا منطقة شبه مهجورة قال سمع شي طرق خفيف في الباب مع 3 ديال الصباح. منين حل ما لقى حتى واحد. ولكن كاميرا المراقبة حكات قصة أخرى، شخص واقف قدام الباب ساكن تماما، ما كيتحركش ما كيدورش، بقى واقف حكاك قرابة دقيقة كاملة، ومن بعد اختفى من الصورة. ماشي حيت مشى، ولكن بحال الله ما كانش كاين أصلا. منين تورى الفيديو لعائلة سامي عرفوها في الحين كان هو. ولكن الحاجة اللي ما قدرش حتى واحد يفسرها هي أنه في الفيديو ما كانش كيطرق الباب، كان غير واقف وكيتسنى. من بعد 6 أيام كاملة ديال الاختفاء تلقى سامي، كان جالس في درج العمارة اللي ساكن فيها، نفس البلاصة فين كيجلس ديما منين كيرجع من الخدمة. ما كانش مجروح، ما كانش جوعان، ما كانش موسخ، حوايجه نقيين، صباطه سليم، وجسمه ما فيه حتى أثر كيبين أنه كان مفقود 6 أيام، بحال إلا خرج غير دابا، ماشي قبل أسبوع تقريبا. ولكن سامي ما هدرش. في السبيطار داروا ليه الأطباء جميع الفحوصات، النتيجة كانت محيرة، حالته الجسدية عادية تماماً، لا جفاف، لا أعياء، لا نقص في الوزن، ولا حتى شي دليل أنه كان تايه ولا محبوس، بحال إلا جسمه ما خرج من هذا المكان أصلاً. من بعد ساعات ديال الصمت هدر سامي أخيراً بصوت منخافض بشوية، بحال إلا كيتفكر كيفاش كيهدر. قال غير جملة واحدة: ما كنتش بوحدي. منين سولوا الطبيب فين كان، جاوب من بعد تردد طويل: كنت في مكان كيشبه لهنا، ولكن ما كيهدر فيه حتى واحد. الأطباء سجلوا هادشي كصدمة نفسية، ولكن واحد الممرضة لاحظت حاجة ما تكتباتش في حتى تقرير: نبرة صوته كانت مختلفة، ما كانتش هي نبرة سامي اللي كيعرفوها، كانت أعمق وأبطأ، بحال إلا شي واحد آخر كيحاول يهدر بصوته. منين تسول على المدة اللي دوزها وهو مختفي، قال شي حاجة زادت عقدت الأمور، ما كانتش أيام، كانت أطول. ومن بعد هادشي حبس الهضرة نهائياً. في الليالي اللي جاو من بعد كان كيفيق فجأة، كيجلس في الظلام، كيحدق في الحائط بلا ما يرمش. ومنين تسول شنو كيشوف، قال بهمس: كان خافي يلاحظوا باللي تذكرت. القضية ما تسجلاتش كجريمة، ما كان حتى مشتبه به، وما كان حتى تفسير رسمي مقنع. اليوم سامي كيدير حياة شبه عادية، كيخدم، كيهضر مع العائلة ديالو، وكيضحك مرات، ولكن ما كيخرجش بالليل، ما كيبقاش يشوف في المراية بزاف، وكيغطي ودنيه منين كيولي الصمت. وهنا خاصنا نوقفوا لحظة. إلا كتوصل لهنا
دير اشتراك في قناة طالي نيمبس باش ما يفوتك حتى لغز، حيث القصص الجاية غتكون أكثر غموضاً وأقرب للواقع مما كتصور. السؤال ماشي واش كان كيتخيل، السؤال الحقيقي هو علاش رجع بلا حتى أثر، علاش جسمه ما تأثرش، وعلاش وصف المكان وقال كيشبه لهنا ولكن ماشي هو لهنا. مرات أكتر حاجة كتخوف ماشي أنه الإنسان يختفي، بل أنه يرجع. وشنو إلا كانت شي أماكن قريبة بزاف منا، أماكن ما كنشوفوهاش ولكن كتشوفنا. والسؤال اللي كنخليه لك دابا، واش سامي رجع فعلا ولا شي حاجة أخرى رجعت بلاصتو؟